السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، في احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. اول حاجة كده، الجو زي ما انتوا شايفين كده حلو قوي. الدنيا رايقة كده زي ما انتوا شايفين وهادية والجو منعش كده. يعني عارفين انتوا بصوا السما عاملة ازاي. انا بصراحة لما لقيت المنظر كده قلت لا، لازم اصوره لكم واوريه لكم معايا. يعني بصراحة لما بتعجبني حاجة بحب اشاركها معاكم قوي. فقلت اوريكم كده الجو الحلو ده و... وانا صاحيه كده من النوم بصراحه، يعني حاسه ان انا الحمد لله نمت كويس. صحيت، بصيت من البلكونه لقيت المنظر الجميل اللي انتوا شفتوه دوت، منظر السما مع غيوم بسيط مع نسمه هوا حلوه قوي. فقلت بقى ايه الجو ده عايز ايه؟ عايز كوبايتين قهوه كده حلوين. فعملت كوبايتين قهوه كده شربناهم في الجو الحلو القمر ده. فتحت طبعا الشبابيك، عايزه اقول لكم وجددت الهواء بتاع البيت وشربت بقى القهوه في روقان، وحضرت بقى الدارين لانش بوكس بتاعها وهاخدها دلوقتي انزلها المدرسه. خليكم معايا. الشوارع بتبقى زحمه جدا الصبح واحنا رايحين المدرسه، بتبقى الدنيا زحمه جدا. بصوا هي دي المدرسه زي ما انتوا شايفين كده، قريبه من البيت مش بعيده. بصوا بقى هروح بيم، فرصه كده اهو الدنيا بدري، هدخل بيم اجيب حبه حاجات. اهو بيم اهو، هروح اجيب شويه حاجات واروح على البيت على طول. زي ما انتوا شايفين كده وانا راجعه من المدرسه حوت على بيم. كان عندي شويه نواقص كده في البيت بصراحه. آم، يعني مش دي النواقص اللي كانت موجوده في البيت. النواقص اللي كانت موجوده في البيت هي الحليب، اللبن، والملح والتوست جبته عشان المدرسه. وكنت عايزه دبس رمان عشان كنت هستخدمه النهارده في الشاورما. تمام تمام. وكنت عايزه مخلل خيار بصراحه، بس ايه اللي موجود نوعيه انا جربتها بصراحه قبل كده في بيم ما عجبنيش خالص. فدي النواقص اللي جبتها. بس بصراحه لقيت التفاح اول ما دخلت الماركت كده، عارفين ريحه التفاح كانت معبيه المكان كله بصراحه. وانا بحب التفاح اللي ليه ريحه كده اللي احنا متعودين عليها. فجبت بصراحة وكان البصل كان برضو كانوا لسه منزلين بقى الباسكت بتاعت البصل والبطاطس لسه بحالها كده وبخيرها. فانا ما كنتش محتاجه قوي، يعني كان عندي لسه ما كنتش شطبت قوي. بس قلت ايه يعني خلاص كده كده. بس انا كنت هشتري بكره او بعده، فقلت خلاص بما ان البضاعه لسه جديده ولسه منزلين الحاجات بتاعتها، فانا ايه اجيب بالمره كده. والدنيا رايقه كمان، مفيش زحمه في الماركت ولا حاجه. فجبت بقى بطاطس وجبت بصل زي ما انتم شايفين، وجبت بقيه الايه المشتريات التانية. بصوا انا كان عندي اصلا بصل، يعني الباسكت بتاعي كان لسه فيه شويه كويسين، بس لقيت البصل زي ما انتم شايفين كده حلو فجبته. وبعدين كان سعره كويس جدا برضو، فرحت ايه جايبه بالمره. ماشي. فطرت بقى، حضرنا الفطار وظبطنا. يعني فطرنا وشربنا شاي وشربنا قهوه تاني زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هحاول بقى الم المطبخ بتاعي علشان اعمل لهم النهارده الاكله اللي هم عايزينها. هم النهارده طالبين شاورما، سندوتشات شاورما. طبعا انا من ضمن المشتريات زي ما شفتوا انا جبت العيش السوري. رحت المحل اللي هو السوري ده جبت منه عيش. يعني لما بجيب الصبح بصراحه بيبقى طازه كده. آه، وطري جدا جدا جدا، اللي هو اساسا تحبي تعملي منه سندوتشات كده وتلفيها، يعني بيبقى سهل قوي ومش مفرول ولا اي حاجه. وبصراحة عايزة اقول لكم ان اسعار العيش عندنا هنا بقت رهيبة جدا جدا، ما عندكوش فكرة. يعني عايزة اقول لكم ان هي اساسا تضاعف سعرها الضعف. يعني كنا بنجيب كيس العيش دوت فيه خمس ارغفة. الارغفة اللي هي الخفيفة، العيش اللبناني الخفيف السوري ده. مش عارفة هو سوري ولا لبناني، مش عارفة، بس هو الخفيف ده اللي احنا عارفينه في مصر ده. الخمسة كانوا ب6 ليرة، دلوقتي بقى ب12 ليرة، يعني عارفين. يعني في بصراحة الأسعار بتاعت العيش، مع إن الدقيق ولا غلي ولا العيش التركي أصلا غلي. يعني العيش التركي أساسا موجود في المحلات مش غالي خالص، يعني هو بنفس أسعاره. يعني لو زادت مثلا زيادات بتبقى زيادات بسيطة خالص، مثلا على كيس التوست مثلا لو حصل زيادة مثلا بيبقى بالكتير قوي 2 ليرة زيادة، لكن الضعف من 6 ل12 حاجة بصراحة رهيبة. وأنا بصراحة يعني استغربت جدا ومتضايقة يعني أنا من الموضوع ده. يعني لولا والله ان انا ايديا وجعاني انا بصراحه ما اشتريش عيش من بره خالص واخبزه في البيت، يعني هو اساسا مش غلبه
والدقيق اساسا في متناول الجميع وما فيهوش اي حاجه. يعني انت بتحطي شويه، يعني انت بتستخدمي ايه، شويه دقيق وميه وملح و... وحبه خميره صغيرين وخلاص، هو الدقيق بتاعك بيتعمل. لو حتى لو هتعملي كل يومين شويه، والله العظيم انت الكسبانه. لكن انا للاسف في الايام دي ايديا وجعاني خالص زي ما قلت لكم. عايزه اريحها شويه. انا بصراحه يعني بدات الحمد لله تتحسن، نتيجه ان انا الحمد لله ريحتها وما بقتش يعني اعجن بيها كتير. انا موضوع العجن كمان بيرهق ايديا شويه. فانا قلت ايه، اريح شويه. وحتى عملت جبت توست كده لغايه ما ابقى كويسه وارجع اعمل حاجتي تاني في البيت. هو بصراحه مفيش احسن من حاجه البيت، مفيش احسن انك تعملي حاجتك بايدك من كل النواحي. يعني انت يعني بتوفري كتير جدا جدا جدا. يعني أنا لسه بقول لكم على ازمه العيش بقى الاستغلال الغريب اللي بيحصل ده، في ان الناس بتبقى يعني ازاي، يعني انت اسره مثلا عددها كبير عشان تجيب مثلا عيش من نوعيه العيش ده اللي هو اساسا خفيف، فتحسوا ان لا يعني ده ميزانيه تانية خالص. غير كده كمان انت بتحسي انت بتعملي الحاجه بتبقي ضمناها، بتبقي عارفه الدقيق اللي انت بتستخدميه عامل ازاي، المواد اللي انت بتحطيها جوه العجين عامله ازاي، بتخبزيه في السيجان بتاعتك او في الصواني بتاعتك شكلها عامل ازاي. ف يعني الخبيز ده خير في البيت. يعني انا انصح اي حد بصراحه اللي يقدر يعمل ما بشجعش ابدا الحاجات بتاعت بره دي الا في اضيق الحدود. يعني انا اضطريت برضو اجيب عشان انا خلاص يعني ايه ايدي وجعاني شويه وانا مريحاها. بس ان شاء الله باذن الله هرجع اعمل الحاجات دي تاني قريب وهظبط كل حاجه باذن الله. رغيت عليكم كتير بخصوص العيش. عايزه اقول لكم بقى، انا هنا كنت جبت الفراخ بجيبها من محل كده بيبيع الفراخ واللحمه اللي هو جزار. بخليه يقطعها لي كده رفيع. بجيبها وبقطعها برضو، هو بيقطعها لي رفيع وانا بقطعها بقى بالطول كده شرايح طويله رفيعه خالص. بحطها في ميه وملح وليمون وبنقعها شويه وبعدين بصفيها. اللي انا هعملها شاورما دي. غسلت بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين. البوتاجاز بصوا يا جماعه، اكتر حاجه تحسسك كده بالسلام النفسي والهدوء لما مطبخك يبقى نظيف وبوتاجازك يبقى نظيف. يعني ما حاولي على قد ما تقدري، لو في بقعه لو في اي حاجه نظفيها اول باول، عشان البقعه بتعند كده وما بتطلعش بسهوله وساعات بتعلم وبيبقى الموضوع مش لطيف خالص. وغير كده كمان بيبقى متعب اكتر واكتر. فاحنا نحاول على قد ما نقدر يعني ايه نسيب مطبخنا قبل ما ننام نضيف، علشان نبقى صاحيين كده فايقين ورايقين ونبدأ يومنا كده مش متضايقين. لان انا مثلا يعني انا في اوقات كده مثلا الميه مثلا اوقات بتغلس بالليل مثلا. كان في تصليحات قريب، كانت الميه مقطوعه والمطبخ بقى عايزه اقول لك بقيت نايمه شايله هم المطبخ والمواعين. وطبعا الغساله التانية، غساله الاطباق مليانه اطباق، وغساله الغسيل مليانه غسيل. ويعني انتوا سبحان الله الميه دي سحر، ربنا ما يحرم حد منها. خلصت المطبخ القمر كده زي ما انتوا شايفين، وخلصت كده شغلي كله الحمد لله والشكر لله يا رب بسرعه، لاني ما كانش عندي برضو حاجات كتير. خلصتها سريع سريع ولمعت المطبخ والحيطان والسيراميك اللي انتوا شايفينه ده والحوض وكل حاجه كل حاجه خلاص. ونزلت جبت دارين بصراحه. كنت بقى زي ما قلت لكم ان انا نقع الفراخ ونقع الفراخ ومصفياها. وكنت قطعت بطاطس كده هحمرها كده زي ما انتم شايفين. هنا كنت جبت دارين بقى خلاص وقعدنا وهدينا وكل حاجه. وزي ما انتم شايفين كده هبدأ ايه اجهز الاكل بتاعي. انا مقطعه خضار، مقطعه بصل شرايح، مش شرايح، مكعبات صغيره، ومقطعه فلفل الوان. والفراخ بتاعتي سخنت معلقتين زيت ونزلت عليها كده زي ما انتم شايفين بالفراخ، بس لازم تبقى سخنه جدا جدا. هبدأ اشوح الفراخ بتاعتي، ولما لونها يغير كده وتبيض بقى كده بنزل عليها بالبصل. ادي البصل تشويحه كده معاها. عايزه اقول لكم الساندوتشات كانت اقسم بالله رهيبه. يعني عايزه اقول لكم انا ولادي بيحبوا قوي ياكلوا الشاورما من بره. بس بصراحه يعني بيقولوا يا ماما شتان ما بين ساندوتش اللي انت بتعمليه واللي احنا بناكله من بره، مع انه بقى معمول بقى. يعني عايزه اقول لكم بقى، انتوا عارفين الحاجات اللي بتبقى اكل الشارع ده واكل المحلات ده بيبقى ليه نكهات كده، بس بصراحه يعني هو اكل الام لا يعلى عليه. يعني حتى
يعني حتى لو النكهه مش هي بالظبط، بس ما اعرفش، سبحانك يا رب، الاكل بتاع الام ده حاجه تانية خالص. يعني اي حاجه من ايد الام دي حاجه تانية خالص. يعني انا لغايه دلوقتي ماما ربنا يا رب يديها الصحه ويخليها ويبارك في عمرها، مهما اكل في اكلات معينه، مهما اكل من ايد اي حد، او مهما انا اعمل، او مهما ادوقها من اي مكان، لا مش زي اللي ماما كانت بتعملها خالص خالص. فاكل الام ده سبحان الله يا ربي. ودايما يعني عايزه اقول لكم برضو نصيحه، حاولوا على قد ما تقدروا، الامهات بقى اللي ولادهم لسه صغنطاطين كده، اللي معايا بيتفرجوا معايا كده على الفيديو، حاولوا تخلوا ايه، يبقى في ذكريات معينه خاصه بالاكل، ومربوطه كده ما بينك وما بين ابنك او بنتك بالاكل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في اكلات معينه زي ما قلت لكم، ان أنا دايما لما اشم مثلا ريحه المحشي، ماما كانت مميزه قوي 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 في المحشي. يعني مثلا كنت اجي مثلا من المدرسه مثلا، وانا يعني وانا لسه ما وصلتش البيت ابقى شامه ريحه المحشي. عارفه ماما يعني اسعد اوقاتي لما ماما كانت تعمل المحشي. حتى بعد ما اتجوزت لما كنت اروح لها زياره، وانا طالعه على السلم كده اشم ريحه المحشي، ابقى فرحانه جدا مع اني بعمله في البيت. بس محشي ماما ده حاجه تانية خالص. ونفس الكلام هنا في حاجات معينه، انا ولادي مهما ياكلوها من ايدين اي حد، لا هي ماما بصراحه. وجوزي نفس الكلام. فعشان كده يعني لازم يبقى ليكي بصوا تكه كده معينه، تبقى ذكرى كده في دماغ الولاد لما يكبروا. لا دي ده ايه ده الاكل ده، يعني في حاجه من اكل ماما. ايه ده بيفكرني باكل ماما، يعني فاهميني. خدتكم في الكلام. عايزه اقول لكم جهزت الشاورما كده زي ما شفتوا بالظبط بتفاصيلها. بعد ما خلصت التشويحه بتاعتها، نزلت عليها بالخضار، نزلت عليها بدبس الرمان، ونزلت بالتوابل بتاعتي. اي توابل حابه تحطيها حطيها. ماشي. سبتها بقى تهدى على سبتها تتشرب بقى كده على نار زي ما انتم شايفينها. وبكمل تحمير البطاطس. دلوقتي بعمل التوميه بقى انا بعملها بابسط طريقه، اللي هي طريقه المحلات الغير مكلفه، اللي اساسا ما بتحطيش فيها اي حاجه، ولا بتحطي فيها مايونيز، ولا بتحطي فيها بيض، ولا بتحطي فيها حليب، ولا بتعملي فيها اي حاجه. هي شويه نشا وشويه ميه، حبه خل صغيرين، وحبه زيت وتوم، والملح. وتقدري تتحكمي في اللذاذه، في اللذاعه. مش انتوا ساعات اما تحطوا خل شويه بتحسوا ان الطعم لاذع كده شويه. ولو انتوا عايزين تزودوا طعم الثوم اكتر فتزودوا الثوم اكتر. لكن انا هقول لكم على المقادير. المقادير هي عباره عن كوبايه من الميه على معلقتين من النشا. لكل كوبايه ميه مع معلقتين من النشا. انا عملت بصراحه 3 على 6 معالق من النشا. بقت يعني ايه، سويتهم كده على النار كويس جدا. لما ريحه النشا طلعت، ولما حسيت ان الخليط بتاعي بتاع النشا مع الميه بدأ يبقى زي الشفاف كده، بنزل بقى ايه بقلبه كويس جدا، وبسيبه بقى يهدى خالص، وبضربه في الهاند بلندر مع شويه، بخففه بشويه ميه، بحط شويه زيت، شويه خل، معلقه توم، وبحط الملح بتاعي، وبضرب بالهاند بلندر لغايه ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه يبقى خفيف. يعني انا مثلا لما بعمل صينيه الشاورما في الفرن، اللي هي بالجبنه الموتزاريلا والكلام ده كله، عملناها مع بعض اكتر من مره، بخليها اخف من كده شويه. لكن لما بعمله سندوتشات طبعا عشان ما يبوش الساندوتش بتاعي، خصوصا العيش خفيف، فانا ايه يعني بعمله متماسك كده شويه. يعني انت تقدري تتحكمي في الطعم وتتحكمي في القوام زي ما انت عايزه. اهو انا جهزت حاجتي بقى. هبدا دلوقتي في تطبيق الساندوتش بتاعي. العيش اهو اللي قلت لكم عليه، اسمه الحاج عيش. الحاج عيش احنا لازم نحترمه ونبجله، عشان ده الكيسه دي ب 12 ليره. ماشي. العيش ما شاء الله حجمه كبير. فانا بحط طبقه خس كده زي ما انتم شايفين. في ناس بتحب الخس بره، في ناس بتحب الخس جوه، فانا ايه يعني هريح الزبون زي ما بيقولوا. حطيت زي ما انتم شايفين كده طبقة تومية الأول، وبعد كده حطيت الخس، وبعد كده حطيت الحشوة بتاعت الفراخ، وبعد كده حطيت بطاطس، ورجعت حطيت طبقة تاني من المايونيز. المايونيز هو شكل المايونيز فعلا، بس طعمه والله طعم جدا جدا، مش عايزة أقول لكم. زي ما انتم شايفين كده بالظبط انا بطبق الساندوتش بتاعي كده زي ما انتم شايفين. ولكم ان تتخيلوا بقى يعني ساندوتش قنبله، والله العظيم تحفه 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 بجد. بصوا في اي طاسه بقى كده نقطه زيت، وهبدا بقى ايه يعني اديله لون. انا كنت ممكن حطيته في الساندوتش الميكر، لكن كان هيتبطط كده، يعني كان هيتبطط. فانا ايه حابه اخليه محتفظ بشكله الدائري ده،
وفي نفس الوقت ايه يبقى في حته كريسبي كده شويه، هو طري وكل حاجه بس في حته كريسبي كده شويه. بصوا ده شكل الساندوتش بتاعنا، بصوا من جوه تحفه تحفه تحفه. بصراحه الغدا النهارده كان عايزكم. وده غدانا، اللهم ديمها يا رب نعمه واحفظها من الزوال. كان اكله جميله جدا والله، اتمنيتكم تكونوا معانا جربوها بنفس طريقتي وادعوا لي. طبعا مش هنكتفي بكده، احنا عايزين كمان حاجه حلوه. عايزين ايه؟ كيكه الشوكولاته. ماشي، عملناها مع بعض كتير كتير كتير، بس انا برضو هقول لكم على التفاصيل بتاعتها. وهقول لكم على المقادير بتاعتها. المقادير هي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق الابيض على نص كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى. تمام. ولازم الكاكاو الخام الغير محلى او اي حاجه تتنخل كويس جدا جدا، لان زي ما انتم شايفين كده بيرطب كده شويه، فبتضطري بيعمل ايه كور كده شويه، فانت ايه تفككيها كده باي حاجه. ماشي. وتقلبي بقى الكلام الجميل ده كله وتسيبيه بقى ايه على جنب، علشان دلوقتي هنضرب هو فين المقطع بتاع الحاجات؟ بصوا هو في مقطع جاء قبل، يعني في مقطع جاء واحد قبل التاني. ماشي. بس انا هقول لكم يعني هي الطريقه كلها واحده. بصوا هو دلوقتي انا استخدمت 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وحطيت عليهم 2 باكت فانيليا، وحطيت كوبايه ونص من الحليب وكوبايه سكر، وحطيت معلقه صغيره من الخل. وهقلب بقى الكلام الجميل ده كله بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربي او بالويسك او بشوكه او باي حاجه زي ما تحبي، او زي المتاح عندك تعمليه اعملي. ماشي. هضرب بقى زي ما انتم شايفين. طبعا هحط نص كوبايه زيت، ولو حابه تضيفي معلقه زبده بتدي طراوه كده حلوه ضيفي. ماشي زي ما انتم شايفين كده. بعدين حطيت الدقيق وخلطت. طبعا انا قلت لكم ان في ايه، ان في مقطع جه قبل مقطع، بس معلش احنا عارفين كلنا طريقه الكيك، وده خطأ يعني غير مقصود في ترتيب المقاطع بتاعت الفيديو. ما انا ما خدتش بالي منه غير وانا دلوقتي بسجل الصوت. ماشي. حطيت بقى معلقه زيت في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، نزلت بقى بالخليط بتاع الكيك كده زي ما انتم شايفين، وتشوكليت شيبس عندك، شوكولاته مبشوره عندك، اي حاجه حطيها على الوش ودخليها في رف اوسط درجه حراره 190. ما بتاخدش وقت خالص، حوالي تلت ساعه او على حسب درجه الحراره بتاعت الفرن بتاعك. بتطلع وبتهدى شويه وبقطعها، وكلي احلى كيك شوكولاته ممكن تاكليه في حياتك. انا بحب اعمله كده عامل شبه البراونيز كده شويه، فما بخليهوش عالي قوي قوي يعني، انا بخليه كده متوسط كله غرقان شوكولاته وقطع شوكولاته وبالف هنا. عجبك بقى الفيديو بتاعنا النهارده؟ ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش عايزين ننسى الذكر والاستغفار والدعاء. مش عايزه انسى الكومنت الحلو اللي انتوا دايما بتعودوني عليه، ربنا يخليكم ليا. وبرحب بيكم بحبايبي الجداد وحبايبي اللي موجودين معايا من بدايه القناه، ربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب نعمه في حياتي. شكرا ليكم كتير كتير، واسيبكم في رعايه الله. باي باي.